أحد المتابعات تسأل كيف أخمر عجينة البيتزا صح؟ أول شيء لازم نبدأ من العجينة نفسها. البيتزا مو بس دقيق وموية وخلاص، لو تبينها تتخمر صح وتطلع لينا لازم مقاديرك تكون موزونة. المقادير اللي نمشي عليها تقريباً 3 أكواب دقيق، ملعقة خميرة، ملعقة سكر، 3 ملاعق زيت زيتون، نص كوب موية دافية، نص كوب حليب دافي، ورشة ملح بسيطة. هذه تعطيك عجينة لينة وتتخمر بسرعة. طيب وش هي التخمير الصح؟ التخمير الصحيح عبارة عن حرارة وتغطية وقت كافي. لازم يكون السائل اللي تخلطينه مع الخميرة دافي مو حار. غطي العجينة مضبوط. الهواء ينشف ويوقف التخمير. خليها ترتاح 4-5 دقائق إلى ساعة بمكان دافي. إذا صارت ضعف حجمها هنا التخمير نجح. وبالنسبة للفرق بين العجينة العادية والعجينة اللي نضيف لها زبادي، العادية تعطيك بيتزا أقرب للإيطالية، الأطراف فيها قرمشة خفيفة ومن جوا مطاطية. لكن لو زدتي ملعقة زبادي تعطي العجينة طراوة ورطوبة أعلى وتخلي البيتزا تبقى لينة حتى لو بردت شوي. الخلاصة، تبين بيتزا أطرى؟ زبادي. تبينها مطاطية وكلاسيكية بدون إضافات. وأهم شيء لا تفردين العجينة نحيفة مرة، ولا تكثرين دقيق، ولا تخلينها تتحمر زيادة. هذول الثلاثة اللي ضيعون تعبك كله. وبكذا تطلع لك بيتزا رطبة لينة وتتماسك من أول لقمة. وإذا تبغون خمير حضرمي راسلونا خاص.